في واحد من الأماكن الشعبية في مصر في بيت محدش فاهم ايه اللي حصل له. البيت ده كان فيه عيلة عايشة عادي، ولكن في ليلة وبشكل غريب كل العيلة خرجت منه على الساعة 12 بالليل، وكانوا عمالين يصرخوا ويصوتوا بشكل مرعب، وركبوا العربية بتاعتهم وجريوا، ومن وقتها ما رجعوش تاني. فالجيران استغربوا ودخلوا يبصوا على البيت من جوه، لانهم كانوا خايفين لا يكون في ماس كهربائي ولا حاجه ولا تسريب غاز مثلا، ولكن لما دخلوا ما كانش فيه حاجه من دي. بس الجيران وقتها وهم جوه بدأوا يحسوا بحاجات غريبة، زي مثلا انهم بدأوا يشوفوا خيال لحد جوه الحمام، ففكروا ان لسه في حد من اهل البيت جوه. يخبطوا مفيش رد، يزقوا الباب ويفتحوه ما يلاقوش حد، فكلهم وقتها قلقوا وخرجوا. واتقال من بعدها ان البيت اتلبس من الجن، وده ممكن لان محمد ابن صاحب البيت كان ليه فضول في الحاجات دي، فممكن يكون قرأ حاجة بسببها البيت اتلبس. ولكن بطل قصة النهاردة ما بيعتمدش الكلام ده، وبيقرر يعيش في البيت علشان يشوف بنفسه اللي ما كانش بيصدقه. يا مساء الرعب يا ملوك الليل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اخوكم ملك الليل، البرد حرفيا مكسر عظمه ومش عارف اقول كلمتين، ومع ذلك علشان ما تزعلوش قلت اعمل لكم القصه دي، وانا متاكد انها هتعجبكم، وعلشان خاطري استحملوني في اللي هتسمعوه مني. ده مش صوتي، ده صوت البرد. المهم لو قلبك جامد طفي النور وخد لك ركن هادي ويلا نبدأ. بسم الله. صاحب قصة النهاردة اسمه آدم وعمره 32 سنة. بيحكي وبيقول أنا متجوز وقاعد مع زوجتي وابني في الإسماعيلية، ولكن لقلة الرزق هناك قررت ان انقل انا واهل بيتي للقاهرة، في واحدة هناك يعني من المناطق الشعبية، لان معروف في المناطق الشعبية الصناعية زي حالاتي شغلهم ماشي هناك، وده لاني شغال حداد. المهم قبل ما اتحرك باهلي نزلت انا القاهرة في المنطقة دي بدون ذكر اسمها، وسألت الناس عن سمسار علشان يشوف لي شقة، فدلوني على واحد اسمه عم احمد. المهم رحت كلمته وقلت له طلباتي، قلت له انا عايز شقه مواصفاتها كذا وسعرها كذا. الراجل بص لي كده وابتسم وقال لي هتلاقيها فين دي؟ في الحلم؟ فملامحي اتغيرت كده وقلت له ليه؟ فقال لي يا ابني اقل حاجه هنا بالشيء الفلاني، انما اللي انت طالبه ده صعب، لا مستحيل. ولف وشه وهو بيضحك وكان ماشي، وانا وقفت مكاني مصدوم لان ما كنتش متخيل ان الاسعار هنا هتبقى كده. ولكن فجأة عم احمد وقف ولف وشه وهو بيلعب في دقنه كده وكأنه بيفكر، وقال لي بقول لك ايه، انا حبيتك. قلت له الله يخليك. قال لي في بيت في المنطقة الفلانية دي، والبيت ده يا عم مساحته اكتر ما انت طالب، وسعره اقل كمان من ما كنت عايز. فاستغربت كده وعرفت ان الموضوع فيه ان اصل منين اللي كنت بتكلم فيه كان بيقول لي عليه احلام، ومنين دلوقتي احسن منه بكتير وحقيقة. فقلت له هو ايه العبارة؟ قال لي والله يا اخويا ناس مجنونة. قال ايه؟ بيقولوا على البيت مسكون من الجن. طيب بذمتك ده كلام يتصدق؟ بقول لك ايه، ما تيجي لما افرجك عليه كده يمكن يعجبك. والله انا لو مكانك اخده، بس ربنا يوسع عليك يا عم، انا صاحب ملك. فالمهم قلت له ماشي تعال نبص عليه. قال لي تمام يلا، وبدأنا نتحرك على المنطقة والبيت. اول ما دخلنا المنطقة الناس اللي فيها بدأت تركز مع عم احمد ده، يسلم عليهم يسلموا عليه من غير نفس، وساعات كمان الناس ما تردش عليه اصلا. فانا استغربت بس قلت يمكن الناس كده هنا عادي يعني. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا قدام البيت، شاور لي عليه كده وقال لي ايه رأيك؟ شكل البيت كبير وحلو فعلا من بره. فلسه هقول له جميل يا عم احمد، لقيت راجل كبير قامد على القهوه اللي جنب البيت وجه علينا وقال لسه برضه يا احمد، لسه برضه عايز تأذي الناس وترازي غيرك؟ مش مكفيك كل الناس اللي نفسيتهم باظوا وبيتعالجوا دلوقتي عند دكاتره نفسيين وشيوخ؟ عم احمد حط وشه في الارض وما نطقش من فوق ولا من تحت. فالراجل اللي قامل على القهوه ده بدأ يوجه نظره ليا وقال لي ما تفكرش حتى تيجي البيت ده، لانك لو عملت كده وسكنته مش هتطلع منه زي ما دخلت، زيك زي غيرك اللي سكنوه قبلك يا ابني، شافوا فيه اللي شايب الشعر ويجيب القلب. ده بيت ملعون بلاشه. فبصيت للبيت
وبلعت ريقي كده. لقيت عم احمد بيقول يا حاج حسين هو اللي عايز بيت بمواصفات معينه استحاله يلاقيها بالسعر ده، وقال لي ها يا ابني مستعد تدخل ولا لا؟ فقلت له انا باخد نفسي بالعافيه مستعد، بس بشرط واحد. قال لي ايه؟ قلت له انك تسمح لي نبات في البيت الليله دي لوحدي، علشان انا مش هجازف واجيب مرات وابني يحصل لهم حاجه. الراجل اللي كان بيحذرني بقى يقول لي انت مجنون يا ابني، لا طبعا اوعى تعمل كده. فقلت له يا حاج حسين ربك الحافظ خليها على الله، انا اصلا لو لقيت حاجه فوق الطبيعي همشي، ولو لقيت الدنيا تمام يبقى رزق ربنا وجالي. فالراجل زهق مني وقال براحتك يا ابني اللهم بلغت، وخد بعضه ومشي. وبالفعل طلعنا انا وعم احمد وفرجني على البيت، ووقتها كان باين ان لا مؤاخذه هيعملها على نفسه طول ما هو معايا فوق، وعمال يبص حواليه ومرعوب. فكل شويه اقول له يا عم احمد في حاجه؟ يقول لي لا لا تمام انا تمام. المهم بصيت على البيت وعجبني البيت بجد، احسن من اللي كنت بتمناه بكتير. موجود على نصيتين وهواه بحري، والشقه واسعه وسعره رخيص. فقلت له طيب توكل انت على الله يا عم احمد، وادي البطاقه اهي علشان الضمان. فقال يا عم لا ضمان ولا حاجه، علشان لو حبيت تمشي تمشي من بره بره، ما تدورش عليا وتدوخ. كلامه كان كانه متاكد اني مستحيل اكمل. فالمهم قلت له تمام ماشي، وخرج الراجل وقفلت وراه، واتوضيت وقتها وصليت العشاء وقعدت في صالة البيت. عدت ساعة وانا مركز مفيش حاجة، عدوا ساعتين برضو نفس الكلام، مفيش حاجة غريبة حصلت ولا إيحاء لحاجة تخوف، لدرجة إن عدى الوقت وأنا نسيت ودخلت أنام. ووقتها وأنا نايم حلمت بكابوس مخيف. حلمت إني نايم على السرير ومفتح عيني وببص عند باب الأوضة اللي أنا نايم فيها، لقيت جسم اسود كبير واقف وبيبص لي، وما كانش ليه ملامح معروفة، هو باين بس إنه موجه نفسه ناحيتي. وفجأة وأنا ببص له مرعوب نبح جنب وشي كلب. ببص لقيت جنب وشي على طول كلب اسود وبدأ يهجم عليا. وقتها جسمي نمل وصحيت من النوم مفزوع، واكتشفت انه كان كابوس. فحمدت ربنا وببص على الشباك لقيت النهار كان طالع. فقلت لنفسي الليلة عدت عادي، اكيد الناس هم اللي كانوا مكبرين الموضوع، انما البيت عادي وزي الفل. وبالفعل رحت وسألت على عم احمد واستنيته على القهوة اللي بيقعد فيها لحد ما جه، وقلت له انا خلاص خدت البيت. الراجل استغرب وقال لي انت متأكد؟ قلت له ايوه. فانبسط جدا وقال لي ماشي، ومضينا العقد فعلا. وسبت وقتها ونزلت الاسماعيليه علشان اجيب مراتي وابني نسكن البيت، وطبعا ما عرفتش مراتي على حاجه. المهم اول ما دخلنا المنطقه مراتي لاحظت حاجه غريبه، كل اهل المنطقه كانوا مركزين معانا بشكل غريب. فقالت لي هو ايه يا ادم، هي الناس بتبص لنا كده ليه؟ فبصت لهم كده وانا عارف هما بيبصوا لنا ليه، ولكن لغوشت على الموضوع وقلت لها يا بنتي انت نسيت ان احنا ناس جداد في الحته، الناس بتبص لنا ومستغربانا لسه، انما لما ناخد على بعض ونعيش وسطيهم الدنيا هتبقى تمام. قالت لي جايز. اول ما بقينا قدام البيت وكنا لسه هندخل عم حسين امن على القهوه وجه عندنا وكان هينيل الدنيا. قال لي وقتها برضه يا ادم مصر؟ فبصيت له كده بغضب، ومراتي حبيبه بصت لي وقالت لي هو في ايه يا ادم؟ فبصيت لعم حسين وقلت له بقول لك يا حاج خليك في حالك وما تشغلش بالك بينا. الله. الراجل زعل كده وقال لي تصدق عندك حق، وقعد مكانه. فبصيت لحبيبه قبل ما تتكلم وقلت لها ده راجل مجنون ما تشغليش بالك بيه. واتحركنا وبدأنا ندخل البيت، واحنا طالعين على السلم لقيت حبيبه وقفت مره واحده ومسكت قلبها. فقلت لها مالك يا بيبه في ايه؟ قالت لي قلبي مقبوض كده مش عارفه في ايه، حاسه اننا مش داخلين على خير. فقلت لها ليه يا بنتي بتقولي كده؟ قالت لي مش عارفة. المهم سندتها وبدأنا نطلع واحدة واحدة، وفتحت الباب ودخلنا البيت. وأول ما دخلنا وقفلنا الباب ايه اللي حصل؟ ما تخافيش ما تخافيش.